التمس وكيل الجمهورية وضع المتهمة منى الإمام رهن الحبس المؤقت لمتابعتها بجنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير المعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات ومكافحتها، بعد التماس 4 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 500 ألف من قبل وكيل الجمهورية. أصدر قاضي المحكمة بحكم عليها بعام ونصف 18 شهرا سجنا نافذا في قضية حيازة كاشيات وكيف معالج بغرض عرضها على الغير للبيع، هذا بعد توقيفها في مطار هواري بومدين الدولي لدى عودتها من وهران لتتجه نحو مسكنها العائلي بمدينة البويرة. المتهمة ضبط بحوزتها على 30 قرص من صنف ترامادول وقطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي يعني الزطلة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم كانت مخبأة في جسدها في مكان حساس. وكشفت جلسة الاستجواب المتهمة منى الإمام أمام القاضي أن المعنية تتعاطى المؤثرات العقلية وتستهلك سجائر القنب الهندي أو ما يعرف بالزطلة. كما صرحت المتهمة بدون حياء أن المؤثرات العقلية التي عثرت بحوزتها تتعاطاها عن طريق الطبيب الذي تعالج عنده لتخفيف آلام في الظهر تعاني منه. وأضافت أن مخدرات القنب الهندي التي عثر عندها للاستهلاك بحيث تتعاطى سيجارة كل ليلة قبل خلودها للنوم.